ياهو مينا-سان، اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم ميكو تشان. النهارده جايين نحل لكم مشكله رهيبه جدا كانت بتواجهنا كصناع كفيتيوبر، مش عندهم ويب كاميرا. وكنا مفكرين دي مشكله ازليه ومش هقدر ان انا اطلع محتواي على البي سي بتاعي لان انا مش عندي ويب كاميرا. بس دي بنقول لكم ان هي مش مشكله. حاليا انت تقدر بالموبايل بتاعك انك تحوله للكاميرا وتقدر انك تبث منه. بس كده، يعني موبايلك هو الويب كاميرا بتاعتك، وعندك البي سي بتاعك مهما كانت امكانياته يقدر ان يشتغل عليه عن طريق برنامج بسيط جدا اسمه اي في كام. اي في كام ده هتلاقيه على الستور عندك على جوجل، اللي هو جوجل بلاي، عادي على الموبايل. هتحمله عندك على الموبايل، وهنيجي على جوجل هنا هنكتب اي في كام بس. نفس الاسم اللي كتبناه ده هتدور عليه في الستور بتاع جوجل بلاي عندك، او لو انت عندك الاب ستور ايا كان دور عليه هتلاقيه. وعلى البي سي برضو هتحمل نفس البرنامج اهو. هو ده. لا، مش هو، هو الشكل ده هو ده. بالنسبة للي موجود على جوجل بلاي اهو، ده اللي تحمله على موبايلك. لكن ده اللي من سوفتونيك، دي هي دي اللي احنا هنحمله على البي سي بتاعنا. هو ده شكله، هتلاقي نفس شكله بس بالنسبة للموبايل. هتعمله داونلود وهتحمله بس. يعني الموضوع مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، حرفيا مفيش ابسط ولا اسهل من كده. لو جينا نشوف الصور، الشكل اللي بيجيلك انت اول ما بتفتح الابليكيشن او اول ما تحمله، بمجرد ما بتحمله حرفيا وتفتحه، هيقوم ظاهر لك الصورة دي، اللي هي الصورة ده. نعمل كلوز للاعلانات دي. الصورة دي نشيل ميكو تشان كده في الجنب شوية. الصورة دي بالظبط دي هتكون عندك على البي سي. طيب في المقابل بقى هتقوم فاتح الموبايل بتاعك على نفس التطبيق ده. في لحظات هتلاقي الاتنين لقطوا ببعض. بس كده، يعني مش محتاجة ادخل اكواد، مش محتاجة ادخل اي حاجة ولا اي حاجة نهائيا. انت هتفتحه بس على الكمبيوتر وهتفتحه على موبايلك بس، واحلى كاميرا هتكون موجودة معاك. هتلاحظ السلاسة، وهتلاحظ ان الشخصيه بتاعتك بتتحرك يعني بسلاسه جدا، يعني كانها ويب كاميرا بالظبط. طيب الفكره ان لازم يكون موبايلك متصل بالواي فاي اللي البي سي متصل بيه، يعني الاتنين هما الاتنين على نفس الشبكه، فبيقوم لاقط معاك. يعني مش محتاج تدخل اكواد، مش محتاج اي حاجه. انت هتفتح بس التطبيق على الموبايل وهتفتح البرنامج هو على البي سي، وخلاص كده شخصيه الفيديو بتاعتك هتتحرك زي ما انت عايز تماما. طيب المرة الجاية بقى احنا كده اتعلمنا ازاي يبقى عندنا كاميرا، ويب كاميرا. خلاص كده انا حليت المشكلة. المرة الجاية هنعلمكم ازاي ان احنا نظبط الاعدادات بتاعة الكاميرا في ماجيك ميرور. والمرة اللي بعديها هعلمكم ازاي تظبطوا الاعدادات بتاعة الكاميرا في برنامج فيتيوب استوديو، عشان نبقى عملنا للشخصيات بتاعة ال 3 دي والشخصيات بتاعة ال 2 دي كذلك. يبقى احنا كده يبقى معانا الاتنين، كل واحد ليه اعدادات مختلفة على الكاميرا بتاعتنا او على الموبايل بتاعنا ان احنا حولناه لكاميرا. اتمنى كده تبقى مشكلة الويب كاميرا خلاص انتهت وتقدر تبدأ محتواك حاليا. جا ماتاني سايونارا.